السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. عايزة النهاردة اقدم لكم تجربتي على الراديو الصغير الجميل قوي دوت. حلو قوي. بصوا تقريبا هو قد كف ايدي يعني، وصغير قوي بالنسبة لامكانياته. هو امكانياته حلوة جدا بجد، امكانياته جبارة بالنسبة لحجمه، بالنسبة لسعره. بجد بجد هتشوفوا سعره مفاجأة. بالنسبة يا جماعة للراديو، معلش يعني بيوت مصرية كتير جدا جدا ما تستغناش عن وجود الراديو. الراديوهات بتاعت زمان قوي ما بقتش تنزل، ما بقتش تتباع. الراديوهات اللي هي زي ناشونال، والراديوهات اللي هي باناسونيك والحاجات القديمة دي ما عادتش بتبقى متوفرة موجودة بوفرة، ولو موجودة بتبقى غالية جدا. الراديو دوت هتشوفوا امكانياته، هتشوفوا سعره، بجد بجد هتنبهروا. حلو قوي يا جماعه. كانت قدموه هديه لوالدك، لوالدتك، لاخوك، لاختك، تمام، لابنك. بجد 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 هديه حلوه قوي، وانتوا هتشوفوا بنفسكم. اول حاجه زي ما انتوا شايفين، هو مش بيحتاج جهد، يعني هو يا دوبك بيتحط فيه الشاحن، يعني بيتحط دي الوصلة بتاعته اللي بتتوصل براس الشاحن، وبيتشحن عادي جدا بالكهرباء. واول لما بنلاقي على الشاشة بتاعته ديت ان هو يعني اكتملت، او شكل البطارية خلاص اكتملت، على طول بنقفله ونشيله من الكهرباء عشان نحافظ على عمره اطول فترة ممكنة. ما ينفعش ان احنا نسيبه شغال على نقول بقى ده يفضل عشان يفضل. هو مش مصمم يا جماعة ان هو يعني يتفتح يفضل مفتوح 24 ساعة ومتوصل بالكهرباء. هو مصمم ان هو بيتشحن، وبعد ما يتشحن بيتشحن تاني اول ما الشحن يخلص، تمام. يعني تقريبا بيقعد الشحن بتاعه حوالي 3 ساعات، ودي فترة حلوة جدا، يعني فترة مش قليلة، تمام، طول ما احنا محافظين على البطارية. اول ما البطارية بتبتدي عمرها يعني يقل، بنبتدي ان احنا نغيرها، مفيش اي مشكلة، زيها زي بطارية الموبايل، تمام. كمان في من الجنب اهو يا جماعة وصلة فلاشة زي ما انتوا شايفين. ده وصلة للفلاشة، ودي وصلة للشاحن، اهي وصلة الفلاشة اهي، تمام. وفي برضو وصلة USB. المهم اهو زي ما انتوا شايفين. وممكن كمان توصلوه بسماعة، خلاص. وكمان الشاحن ممكن يبقى شاحن السوكت بتاعه كده اهو، وممكن كمان يبقى شاحن إبرة، مفيش أي مشكلة. يعني هو مديك كل الأماكن وكل الأوبشنات المتاحة إن أنت تعملها، مفيش أي مشكلة، تمام. طيب أول حاجة عايزة أوريكم إن هو في اريال للإرسال كده عشان تقوي الإذاعة كويس قوي. عايزة أقول لكم إن هو كمان مفهوش تشويش، ما بيشوش، إلا بس إن ساعات في أماكن بيبقى الشبكة فيها ضعيفة، لأن يا جماعة الترددات بتاعت الإذاعات الراديو بتبقى برضو بترددات، بتبقى ساعات بتبقى ضعيفة وساعات بتبقى قوية. يعني أنا في البيت هنا عندي في مكان في المطبخ بتبقى الإشارة فيه قوية جدا، في مكان لو أنا حطيته بيبقى فيه تشويش، تمام. أنا هنا في الصالة ان شاء الله يبقى مفيش تشويش، وتسمعوا صوت كويس قوي، لان هو اصلا صوته من غير حاجة حلو قوي وواضح جدا. وكمان هتشوفوا صوت عالي، يعني صوته عالي جدا، في بكرة فوق لتعلية وتوطية الصوت. هنفتح من هنا اهو، اون واف، خلاص. خلاص دي اذاعة اذاعة، انا عايزة اوطيت عشان الاغاني. اذاعة الاسماعيلية او اذاعة القناة. طبعا هي عشان قريبة مني، السويس قريبة من اسماعيلية، فطبعا الاذاعة جاية عندي قوية. كل بقى محافظة تردد، يعني كل محافظة بتختلف ترددات اذاعة الراديو عن المحافظة التانية، تمام. يعني نجوم اف ام موجودة في القاهرة، موجود الشرق الاوسط اذاعة الشباب والرياضة، كل ده موجود في محافظة القاهرة، بتبقى قوية جدا. طبعا في راديوهات بتجيب، بس الراديوهات بتجيب القنوات دي بس، الراديوهات دي اللي هي شغالة بنظام الموجات، دي بتبقى سعرها غالي قوي. احنا ده على قد الايد يا جماعة، يعني بالذات في الغلا اللي احنا فيه دلوقتي. خلاص ده بالنسبة للقنوات بتاعته. طيب عايزة اشوف بقى البحث بتاعه ازاي، او طريقة استخدامه ازاي، يعني انت لو جيت اشتريته هتستخدمه ازاي. اول حاجة يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، الزرار ده انتوا بتدوسوا عليه دوسة طويلة كده، وهو بيبحث مع نفسه اول لما يقابل قناة. خلاص اول ما بيقابل قناة بيقف لوحده اوتوماتيك. خلاص هنا قابل قناة، بس القناة دي مش عندنا، تمام. هندوس دوسة تاني،
تمام. هو برضو هنا وقف عند قناة، برضو القناة دي مش ترددها مش في المكان اللي انا فيه او في المحافظة اللي انا فيها. تمام. هندوس تاني كده. تمام. وده برضو تردد. ده بالنسبة للبحث يا جماعة. يعني انتوا ممكن تبقوا موجودين برضو في اماكن يجيلكوا ارسال ويجيلكوا قنوات، مفيش اي مشكلة، حسب المكان اللي انتوا فيه. هنا إن هؤلاء قوم مجرمون. هنا زي ما انتوا شايفين دي إذاعة القرآن الكريم، ترددها 944. وعايزة اقول لكم انا لو عليت اكتر من كده كمان هو صوته عالي جدا، عايزاكم تسمعوا صوته كده. هاتين الصورتين الكريمتين. هذا والله أعلم. ومضة تفسيرية. ده بالنسبة للبحث يا جماعة اليدوي. تمام. ده بالنسبة للبحث اليدوي. يعني انا لو عايزه ابحث يدوي، لان انا ممكن ابقى موجوده مثلا في مكان تجيلي قنوات غير القنوات الاربعه دي. انا متاح دلوقتي في المكان اللي انا فيه 4 قنوات. ممكن يعني لو رحت مكان تاني يجيلي تردد. يعني انا ساعات مره جت لي اذاعه لندن، تمام، مره جالي اذاعه تقريبا اذاعه اسرائيليه، بس انا كنت بره. تمام. يعني زي ما انا بقول لكم هو حجمه صغير جدا، ممكن تاخدوه في اي مكان بره. ده بالنسبه لاذاعه القران الكريم. طيب هو كمان بيجيب اذاعه صوت العرب. يعني انا لو دوست كمان 912 اهو، دي اذاعه صوت العرب. ده بحث يدوي. أبنية حديثة، بنيت حديثة، لذلك يبدو أن هناك تلاعب في المواد نوعيتها أو عدم ده اذاعه صوت العرب يا جماعه. للأسف الشديد هبحث كمان بحث يدوي. انا حافظه طبعا الترددات، بدخلها احسن ب يعني ترددات الاذاعات بدخلها بالتردد نفسه. يعني اذاعه راديو مصر 881. اسفه انا دوست على 9. 881. ساعات هو بس ايه اهو 881. هعلي اهو زي ما انتم سامعين اهو. خلاص انا بوطي بس عشان اغاني. حلو جدا بجد بجد يا جماعه، حلو جدا، عن تجربه شخصيه بجد. انا حبيت انقل لكم تجربتي، وسعره حلو جدا. سعره بقى مفاجاه يا جماعه، سعره 100 جنيه. تمام. سعر الراديو 100 جنيه. انتوا لو يعني معلش يعني هتجيبوه ده، لو كل واحد في البيت عندكم هيبقى عنده راديو، فاهمين؟ لانه بجد بجد سعره حلو جدا. انا بحطه في المطبخ بجد بيسليني قوي بجد. هو حلو بجد، اشتروه على ضمانتي. بس اهم حاجه تحافظوا عليه، لان كل ما تحافظوا عليه هتزودوا من عمره اكتر. لان هو في الاول وفي الاخر هو صيني، هو مش حاجه مستورده يعني جايه من المانيا، ولا هو ماركته صيني. فانتوا عارفين حاجات الصيني. اسمه يا جماعه يوجن زي ما انتوا شايفين كده، وبينزل منه اسماء كتير واشكال كتير والوان كتير. انا اخترت اللون الاحمر، بينزل منه اسود وازرق. يا ريت يا جماعه تجربتي تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمه الله.